السلام عليكم، اهلا وسهلا مجددا. كما تشوفوا اليوم راح نديروا معكم وصفه تاع مقروض. البنات انا راح نكيل بهذه الكيله الكبيره، اكيد معايا راضيه وفريال كما العاده، وقلت لكم هم معاكم. السلام عليكم. صحة فطوركم. تانونو يدخل لكم صحة فطوركم. ولي صحة فطوركم. اذا كما تشوفوا هنا انا راح ندير 3 كيلات تاع سميد. اكيد دوك نقرب لكم برك باش تشوفوا السميد النوعيه تاعو تكون متوسطه. هذا البنات مخروط الكوشه ماشي تاع المقله. تاع المقله درته معاكم العام اللي فات. انا هنا راح ندير كونتيتي كبيره، نتوما اللي تحب دير كونتيتي صغيره اكيد راح تستعمل كيل صغير. ندير 3 كيلات تاع سميد ممسوحين، ها هم. هذه الثانيه وهذه الثالثه، هذه الكيله الثالثه. نفس الكيله هذه البنات كما قلت لكم راح تخرج كميه كبيره بزاف. ندير الملح هنا ديروا كيما ديروا للكسره، عينكم ميزانكم. ما نقدرش نعطيكم يعني الكيل مضبوط باش ما يجيكمش صامت، ديروا كيما تاع الكسره. هذه هي. اللي تحب دير جلجلان ثاني درك في العجينه دير، اللي تحب ما ديرش ما ديرش معليش. قرب ها هو السميد شوفوا. اذا ها هو البنات السميد كيفاش يكون متوسط، ماشي خشين بزاف وماشي رقيق. هنا راح نخلطهم وندير كيله تاع ليدام. دوك تشوفوا كيفاش راح نكيلها، كيله فايضه. كما قلت لكم هنا عندي كيله تاع السمن وراح نفيضها بالزيت. هاهي كيله كامله تاع السمن وراح نفيضها بالزيت. الزيت هنا حوالي نصف كيله. هاهو هذه هي كيله فايضه، يتسمى كيله تاع سمن ونص كيله تاع الزيت. انا ما عنديش قصعه كبيره على بها درت فيه هذه. نتوما اكيد اذا درتوا كميه صغيره ديروا فيه قصعه عادي. هذا هو المقروض تاعنا تاع الشرق، وهذه هي طريقتنا. يعني ما فيه حتى اضافات، لا فرينه لا حليب، ما فيه حتى حاجه. وصدقوني اذا تبعتوا كامل الخطوات والمراحل راح يجيكم مقروض يذوب في الفم. بخير راضيه. خليتوني اليوم كملتين جشاهي. وهنا نجي ندخل الكميه هذيك تاع السمن. احكوا لنا شويه كاش جديد، كاش انني مع وش راه صاري في الحجر، وش راه صاري. توحشوكم والله غير عجبتهم قصره معاكم. احكوا لهم شويه. ان شاء الله ربي يرفع علينا هاد البلاء وهاد الوباء هذايا. امين. ان شاء الله نتهناو ونرجعوا كما كانت حياتنا بكري. ان شاء الله ربي يبعد هاد الوباء على كاع المؤمنين. امين ان شاء الله. هذا كان هذا مكان حجر كرهنا حياتنا. شتي والله كل شيء فزد، كل شيء ما بقاش كيما كان. والله لا الحمد لله حنا البلاصه اللي رانا فيها ما عندنا والو. شويه لاباس رحمة ربي. نخمموا على الناس ثاني اللي راهم بعاد علينا، حبابنا وناسنا. شتي الله ربي يرحم اللي ماتوا. على بالي عيد تاع السنه كاين بزاف عائلات نقصوا منهم افراد، نعظموا لهم الاجر. والله عظم الله اجركم وربي يجعلهم ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله. امين. اذا البنات كما تشوفوا نجمعوا بهذه الطريقه ومن بعد نبدا. شوفوا البنات كيفاش نمحروا حتى ندير رغوه بيضاء كامل هكا. هذا هو التبساس تاع المقروض، لازم هكا حتى تحسوه دار رغوه ويتغير اللون تاعو للابيض. درك نوريكم انا راح نمحرو بهذه الطريقه. شوفوا هذه هي الطريقه. دوك نمحرو مليح حتى يتغير اللون تاعو، تحسوه يدير رغوه كما قلت لكم. تولي شوفوا ديجا ها غير بديت باش السميد هذا كامل يتبسس ويشرب مليح هذه الكميه تاع ليدام. هنا المخروط هذا تقدروا تبيتوه، اللي عندها الوقت تبيتوه، اللي ما عندهاش الوقت تقدر تخليه 2 سوايع حتى 3 سوايع وتخدم به عادي جدا. اذا كما قلت لكم هذه هي الطريقه. انا نكمل نمحرو بهذا الشكل، واكيد دوك نقسم انا الكميه هذه على 2 تعاوني راضيه. ومن بعد نخليه يريح حوالي 2 سوايع برك ونرجع لكم باش تشوفوا كيفاش رايحين نبلوه وكيفاش رايحين نطبعوه.
البنات كما تشوفوا العجينه تاعنا ها هي ترتاح كما قلت لكم. هنا عندي الغرس ولا التمر، العجينه تاع التمر ها هي. هنا راهو مفور مرحي ومفور. هنا زدت له كميه تاع جلجلان، وهنا قرفه وقرنفل مرحيين اللي تحب ديرهم اللي تحب تستغنى عليهم يعني كما تحبوا. هنا كل وحده واش تحب. هنا واش راح نزيدوا باش التمر تاعكم يجي مليح والمقروط تاعكم ما يبسش يعني ثم بالخف راضيه باش يطول يجيب مده حتى يقدر يجيب شهرين ما يصرى له والو. يقعد على حاله خبوه برا عادي. راح نزيدوا له 2 مغارف تاع السمن ونزيدوا له شويه تاع مزهر. هذا مكان. هنا الطوابع ها هم وريلهم راضيه. انا راح نخدم وانت وريلهم الطوابع. هاد الطابع هدايا حين نديروه، وهدايا العادي تاع زمان، وهذا حنا حين نديروا اشكال وانتم ديروا كيما تحبوا. هادو هما 2 مغارف هكا تاع السمن. حتى ولا درتو كونتيتي قل من هذه معليش تقدروا يعني ديروا مغرف كبيره. هذا مكان السمن باش يخلي الغرس تاعكم طري. اذا انا راح نحاول ندخلهم. راضيه دوك ديري لي شويه تاع مزهر. ديري لي شويه ديري خلاص حبسي. اذا البنات انا راح نعجنو برك مليح حتى ندخل كميه تاع القرنفل والطيب وكامل هذه المكونات في بعضهم ونديرهم حرابش دوك تشوفوا يجيو خشان. ومن بعد باش نرجعوا للعجينه تاعنا تشوفوا كيفاش راح نشمخوها باذن الله. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. البنات هنا نبل شويه يديا في الزيت نديرهم حرابش. حنوري لكم برك انا حنديرهم كبار وانتم لا درتوا لي بودا تاعكم صغار لازم ديروهم شويه صغار. انا حنديرهم هكا برك. انا البنات راني نخدم خدمه كيما تاع العجايز يعني نخدم بالكونتيتي هكا ونحط. نتوما اذا اول مره راح تخدموا ديروهم صغار ديروا هكا برك باش تقدروا تتعاملوا مع البنات تاعكم. ها ديروهم هكا ديروهم هكا. راضيه انت روحي اختي ديري هادو وانا نوري لهم المقروط كيفاش يتبل. اذا البنات هذا هو العجين تاعنا كيما قلت لكم يريح من 2 سوايع فما فوق ولا ليله كامله. واش نجي ندير بنفس الكيله اللي تكيلوا بها. انا كيلت معكم بهذه راح ندير نصها ماء ونصها ماء الزهر. ها واللي ما عندهاش ماء الزهر وعندها ليكستري تاع المزهر دير الكميه كامله الكيله كامله ماء ودير ليكستري تاع المزهر كيما تحب هي. حنزيد شويه راضيه زيدي لي شويه ماء ولا عمري لي الكيله ماء ولا مزهر. اذا البنات ها هي الكيله تاعنا معمره. راح نبدا نشمخ العجينه تاعي كامل باش نخليها تريح. راضيه انا راح نبدا نحل وانتي ديري. شوفوا البنات العجينه كيفاش تولي مازالها شاده روحها. ما تخافوش منها كي تلقاوها طريه هكا مش شاربه بزاف ليدام. كاين سميد اللي ما يشربش ليدام عادي. اصبري انا نجيب هذا هنا عندي وانتي لوحي لي شويه شويه الماء نرشوا غير بالعقل. روحي ديري لوحي. وهنا البنات شوفوا طريقه العجن ماشي هكا هكا شغل راكم تفتلوا فيه برك. دخلوا في الماء برك. روحي دوك نقول لكم اذا راح يدي حبسي اذا راح يدي هذه الكميه كامل ولا لا هكا ونقعد نجمع فيه. نتوما اذا خفتوا الكميه لا درتوا كميه كبيره وخفتوا تغلبكم ما تبلوهاش كامل. بلوا بالنص. كيلوا الماء تاعكم وماء الزهر وقسموا الكميه تاعكم تاع السميد هكا على 2 مثلا وقسموا الكميه تاع الماء والزهر على 2 وخدموا. بلوا طرف وحطوه ومن بعد زيدوا بلوا الطرف الاخر. استنى ندخل برك الماء. شوفوا البنات هكا برك هذا هو العجين تاع المقروط. البنات ها هو العجين تاعنا هذا وين كملتو غطيتو. شوفوا هذا واش شرب لي انا. شوفوا الكميه اللي داها لي دالي كيله غير ربع عفوا ها هي حتى لهنا يعني ما داش. شوفوا هنا بقى لي الماء ما داش الكيله كامله. كما قلت لكم انتم حسب السميد تاعكم اذا يشرب ولا لا. اذا هنا البنات غطيتو هكا وراح نبدا خليته حوالي 10 دقائق برك باش يشرب الماء تاعو وراح نبدا نخدم به مباشره باذن الله. كما قلت لكم وريتكم راضيه هذو ليمون هي راهي دير في الغرس. انا راح نبدا نطبع معاكم درك تشوفوا. راكي تشوفي نحي انا برك هكا شويه وانتي قسمه نخدم وانتي نحي الباقي. هزي عليا السنيوه صبري. روحي غطيه برك
نحتاجهاش. اذا البنات هنا راح نبدا التشكيل. شوفوا نخدم قيس ما نقدر، يعني هنا نتوما خدموا يعني العجين قد ما تحبوا، يعني تحبوا ديروا كميه كبيره تبداو ديروا حرابشكم صغار ولا ديروهم كبار، هنا كيما تحبوا. انا نقدر نخدم كبير. شوفوا البنات كاين زوج طرق باش تشكلوا النقرود. راه يا اختي شتي تعلمي تاعنا هذا. شوفوا هذه الطريقه الاولى، هكا تحاولوا تحلوا الحربوش تاعكم هكا، ها هو نعدلو برك شويه رقيق. عطيني راه الحربوش تاع غير رقيق شويه، هذا بدوني خلاص شويه رقيق. اذا شوفوا البنات حنديرلو هنا كميه تاع التمر ولا تاع الغرس، ديروا نتوما واش تحبوا، كل واحد واش يحب. كاين اللي يحب راضي المقرود يكون محشي مليح، وكاين اللي يحبوا يكون شويه خفيف على ما فيهش بزاف. انا هذه هي هنا يعني يكون مليح، ما تحسيش روحك تاكلي في السميد وحده وما تحسيش روحك ثاني تاكلي في الغرس وحده. شويه نحاول نقفل عليه بهذه الطريقه. شوفوا هذه هي، ونبدا نحربش فيه. مانيش راح نحربشو درك، راح نخدمهم كامل هكا باش تسهل عليا الخدمه وفي نفس الوقت السميد بعدا يشرب، فهمتي؟ اذا شوفوا البنات هكا راح نخليه بجيه. راح نزيد هنا كاين ثاني طريقه اخرى، كاين اللي يفتحوه برك هكا دائري شويه، يعني تقريبا هما كيف ما كانش فرق راضيه بيناتهم. زيدي عطيني واحد شويه دقيق هذا نقصي له بصح شويه تمر جينا ناقصه. وكاين اللي يحب يخدم هكا حرابش صغار، كل واحد وكيفاه. اذا يعني تقريبا الطرق في زوج تقريبا كيف سنا نحي شويه جاني خشين هاكي، ونقفل ثاني على العجينه تاعي عادي هكا. اذا البنات كما تشوفوا هذا هو الختام تاعنا تاع الحلويات اللي درناهم شاركناهم معاكم، يعني درنا حوايج بسيطه سامبل الناس كامل تقدر عليهم ان شاء الله. برك حنا زدنا عليكم حاجه، راضيه زدنا عليهم شعرك مسكر. الوصفه كنت ديجا شاركتها معكم العام اللي فات، اللي حبت يعني تشوف الوصفه دوك نخليها لكم في صندوق الوصف اكيد. اذا البنات انا نكمل نحربش كامل العجينه تاعي بهذه الطريقه كيما شفتوا، ونرجع لكم باش نبداو نطبعوا وتشوفوا الاشكال اللي راح نديروهم باذن الله. ما نخليهم شويه راضيه ومن بعد نكملوا العجينه برك ونرجعوا لها. فوالا قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب يا هلال، أهلا كيف الحال؟ قد بغيتي كملي هذوك. البنات هنا نجيو للتشكيل، انا نشكل فيه هذا التقليدي وراضيه دير فيه هذا زعما مودرن شويه بريستيج بهذا المول هدايا بس تضغطي عليه. انا هذا هاهم راني مشيت في الكميه هذيك اللي وريتها لكم قبيل، نجي ندير هكا. شوفوا نضغط مليح باش نخرج الهواء ونحربش ولا ندير هكا ونعاود نضغط حتى نلحق للسمك اللي راني حباتو. ما ديروش خشين بزاف ما ديروش رقيق بزاف هكا. كي نشوف الغرس عريان نزيد نغطيه بشويه سميد هذه الطريقه. واش الشراب هكا ونقعد نحربش فيه حتى تلحقوا للسمك. راضيه كيفاش راكي ديري انتي قولي لهم. هذه دي شويه من لاباط من العجينه تاع المقروط، وشويه درناهم هادوما هكا دي بولات، ومن بعد نديروهم في المول هذا الصغيور هكذا نسقموهم مليح
هكا. هكا دوك نطبعوها الحبه هكذا هكذا. ما شاء شوفوا الله. البنات، ها هو هاي لك الحبه. شوفوا هذه هي الرشمه اللي خيرناها. وهنا بعد ما درتو الحلبوش كيما تشوفوا انا راح نخدمها بالطابع التقليدي. وريتي لهم هذاك على الاول، هذا نطبع به عادي. شوفوا البنات، نضغط، ما تضغطوش بزاف حتى يعني تفزروا العجينه، غير شويه، غير ما يحكم الرشمه برك وتهزوا. نجي ندير هكا. راضيه بعدي لي شويه الفلا تاعك دقيقه هذا هكا. ونجي نقطع. اكيد عندنا كامل هذا القطعه. انا هذه البنات راهي قديمه قديمه قديمه. وعندنا هذه ثاني. وعندنا هذيك، يعني اللي عندكم متوفره خدموا بها. نجي نقطع الحبات بهذه الطريقه كما تشوفوا هكا. هاهم لي شيت هذو. كاين اللي يقفل بهم الحبات كي يحطهم في البلاطو، وكاين اللي ما يقفلش. انا ساعات ما نقفلش، يعني تقريبا ديما ما نقفلش. هنا نعاود نسقم الحبات تاعي بهذه الطريقه. شوفوا باش ما يجيوش هذوك كي تقصوا ما يجيوش معوجين وخارجين على بعضهم. كي نديرهم هكا نجي نفوت عليهم بركه بسكين كامل هكا، ونهز الحبات تاعي ونسقمهم ونحطهم في البلاطو. هنا الحبات البنات شوفوا حطوا حبه عند اختها. شي رازح كميلي بلسنا نحط لهم هكا يتبانا. نحط هكا حبه عند اختها، ما نخليش بيناتهم الفراغ. شوفوا باش الغرس تاعكم ما يتحركش ويجيكم يابس. هاهم هكا ندير الطريق كامل هي مقفوله. ما تخافوش ماهوش راح يلصق، لانه هذا سميد يعني ماهوش فرينه قاطو تاع فرينه تخافوا منه. هنا اللي شافت الحبات تاعها شوي كبار على بعضهم تعاود دير هكا باش يجيوكم كامل الحبات كيف كيف. ودخلوهم يطيبوا. اكيد شعلوا من الاسفل فقط على درجه حراره 200 لانه هو يحب سخانه. وكي تشوفوه بدا يتحمر شويه من الاسفل تشعلوا له من الاعلى. ما تخافوش البنات، اي مقروض يتشقق من الفوق من بعد كي تحطوه ويبرد تماما. شوفوا هنا راهو بدا يبرد، يعني يتجمل عادي. اذا كانت هذه هي كامل الكميه اللي تحصلنا عليها من هذاك الكيل. على بها البنات نتوما قلت لكم اللي حاب تدير كيله قليله دير كيله قليله. اذا كما تشوفوا هذه هي الحبه. شوفوا هنا بلا ما نعسلها اكيد. شوفوا درك تشوفوها مبسه مليح. شوفوا وهذا هو المخروط تاعنا. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا وديتوا كامل المقادير، واكيد راح نخليها لكم في صندوق الوصف باذن الله. اذا البنات كما تشوفوا انا نكمل انا وشيراز نلموا كامل الكميه تاع المخروط تاعنا، ومن بعد تشوفوهم في صحن التقديم باذن الله. حبيباتي كما تشوفوا لحقنا لنهايه الفيديو. هذا هو المقروض تاعنا بعد ما طاب وعسلناه. اكيد حنا المقروض هذا رانا ما نعسلوش يعني كميه كبيره، برك عند التقديم نديروا كميه تاع العسل معها شويه تاع مزهر، ونغطسوا هذوك الحبات نخليهم واحد 5 دقائق يشربوا مليح العسل راضيه، ونحطوهم في حاجه تقطر، ومن بعد نحطوهم في الكيسات نديروا لهم شويه جلجلان مقلي. هذا ما فيه يعني ساهل ماهل. واش رايك تي؟ ساهل ماهل وبنين. وانا دقته قبلكم وعجبني بزاف بزاف وتعلمت الوصفه، خاطر انا ما كنتش نعرفها. حنا في الجزائر ما نديروش هكذا، بصح هذه اللي نحبها انايا. ويعطيك الصحه اللي علمتيها لي، ومن وجاي نعود نديرها هذه. اذا راضيه هي اللي راح تقرب لكم الصوره تاع الحبه ولا تاع المقروض تاعنا كيفاش جا. وريهم راضيه قد ما هي مليح باش يشوفوها. هايليك الحبه دوك نقسمها لكم باش تشوفوها وحندوقها نزيد ندوقها معكم. اوكي صحتك. هايليك شوفوا البنات تذوب في الفم. بصحتك ريال. صدقوني هايل المقروض جاي شهي هبه اللي يذوب في الفم. نتمنى تجربوه شباب بزاف وبنين وفيه طاقه. وين مشي تاني خرج بنين شباب. وان شاء الله الصحه عيدكم. نتلاقاو بالك غدوه ان شاء الله في الروتين تاع الحنه
ونتمنى ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. آمين. مات الله إن شاء الله يا يرحمهم واللي ربي. قعدوا ربي يشافيهم ان شاء إن شاء الله، الله. وربي يعافينا ان شاء الله، آمين. الناس تولي كيما كانت في الروتين ان تاعها. شاء الله ان شاء الله هذا يا ما ربي. كان. قالت اختي انا تاني نتمنى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، وان شاء الله الله. نعاودوا نولوا لحياتنا الطبيعيه، وان شاء الله اللي ماتوا ربي يرحمهم، واللي راهم مرضى ربي يشافيهم آمين. ويرجع لهم ماليهم ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم صحه سحوركم، ونتلاقاو ان شاء الله غدوه في روتين تاع الحنه باش تشاركوه معنا. هذا ما نهار كان العيد ثاني إن شاء واكيد الله نهار العيد الطاولة تاعنا. باينه لازم في لازم زوج. نشاركوهم. باذن الله الروتين ولا نهار العيد راح نشاركوا معكم ثاني التحضيرات. على بالكم العيد تاع السنه جا بزاف صامت، يعني يا ربي يغفر لنا، ماشي قصدي يعني على العيد اللي صامت صح، بزاف ما كان حوايج لا تراويح تبدلوا لا ما كان والو. والو، والعيد ديجا كامل راح يكون حجر. اذا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، والى اللقاء. سلام. سلام.